النهاردة هنعمل مع بعض كيك الأفران الشهي جدا اللي احنا بنشوفه في الأفران. حاجة كده فعلا جميلة جدا. كمان طعمه وريحته تحفة بجد. هنعمله زي الأفران بالظبط وكمان بطريقة اقتصادية جدا. معايا هنا المكونات سهلة وبسيطة. أول حاجة معايا كوبايتين من السكر، زي ما انتوا شايفين كوبايتك هي معيارك، يعني على حسب نوع الكوباية اللي انت هتستخدميها هي اللي هتعايري بيها. وكمان معايا كوباية من اللبن. بالمناسبة اللبن ده هو قطع معايا، يعني انا جيت اغليه على النار لقيته مقطع فقلت برضو استخدمه واشوف النتيجة. وكمان معايا كوباية من الزيت، ومعايا 3 كوبايات من الدقيق. وطبعا علشان البيض غالي شوية فانا هنا هستخدم 3 بيضات بس. وكمان معايا حوالي كوباية صغيرة من الخل، ودي ضرورية جدا، هتدينا طعم وكمان هتدينا لون فاتح من جوه الكيكة. وكمان معايا فانيليا. انا جبت العبوة دي ب3 جنيه بس، رخيصة كده وكمان هتكفي الكيكة واكتر. وكمان معايا هنا حوالي معلقتين كبار من النشا، وحوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. الكيس ده مناسب جدا، لكن لو في نوع من البيكنج باودر اقل شوية احنا كمان هنزود نص معلقة صغيرة. طبعا انا هضرب كل المكونات السائلة في الخلاط، هضربها كويس جدا. هبتدي اضيف السكر، وكمان هضيف اللبن، وكمان هضيف الخل والنشا، وكمان هبتدي اضيف البيض وكمان عليهم الفانيليا، وكمان هضيف عليهم الزيت. هضرب الخليط ده كويس جدا، وكمان هحضر بولة تكون مناسبة للعجن وهضيف فيها الدقيق، وهضيف على الدقيق كيس البيكنج باودر. هبتدي اقلبه كويس جدا بالمعلقة زي ما انتوا شايفين علشان خاطر البيكنج باودر يختلط كويس بالدقيق. بعد كده هنزل بالخليط بعد ما ضربته كويس جدا في الخلاط. هبتدي انزل كده واقلب بالراحة علشان ما يكلكعش معايا. هبتدي اقلب بطريقة دائرية زي ما انتوا شايفين، ده هيوفر معايا وقت، هيخلي معايا الخليط مفهوش اي كلاكيع، هيكون مناسب جدا. انا هنا جبت الاطباق اللي احنا بنشوفها في الافران بيتعمل فيها كيكة. على فكرة جميلة جدا، انا فعلا بعد ما جربت الكيكة بالطريقة دي عجبتني جدا. تقريبا يعني انا جبت ب10 جنيه العلب دي، هم اكتر من 17 طبق. طبعا انا حبيت ادهنهم يعني حاجة بسيطة كده من الزيت، خفت يلزقوا معايا لكن النتيجة كانت حلوة وما لزقوش خالص. هبتدي هنا اضيف الخليط، خلاص هو جاهز معايا للاستخدام. هبتدي اضيف الكيكة في القوالب زي ما انتوا شايفين وهدخلها الفرن. دي من بصراحة يعني عجبتني جدا. كمان الكيكة باللبن اللي هو قطع مني بقى بمعنى اصح رايب، عجبتني جدا وطلعت طرية جدا من جوه. طبعا انا مش هملى القوالب، هبتدي احط حوالي نص القالب. طبعا هو اول ما هيدخل الفرن هيبتدي يزيد، فانا مش عايزاه يزيد بزيادة ويفرقع، لا عايزاه يبقى مظبوط معايا. كمان القوالب دي بتسهل انك ممكن تدي الكيكة دي للاطفال وهم رايحين مدارسهم، يعني في لانش بوكس المدرسة، او كمان ممكن تديها لاي حد رايح الشغل وبياخد اكل معاه، جميلة جدا. وكمان ممكن تعملي احلى مشروع وتبيعي بيه، مثلا تنزليهم السوبر ماركت، تعملي حوالي 15 علبة من ده وتنزليهم السوبر ماركت، هيتباعوا معاكي، يعني مشروع مربح جدا من البيت. طبعا هنا بعد ما حطيتهم في الفرن ما خدوش معايا وقت، استووا معايا بصراحة كده ما خدوش اقل من تلت ساعة. زي ما انتوا شايفين الجمال طلع تحفة، جميل جدا، انا عجبني شكله. زي ما انتوا شايفين كده يعني احلى من بتاع الافران. انا هنا جبت ورق استرتش كده علشان اغلفها وكمان تحتفظ بطراوتها ما تنشفش معايا. اتمنى ان الطريقة تكون عجبتكم وكمان تجربوها في البيت وتقولوا لي ايه رأيكم في كيك الافران.